السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. الفيلم بيبدأ على كوكب كريبتون بسباق جري بين كارا ومامتها لورا. بنشوف إن كارا هي اللي بتسبق وبتكسب، وبعد ما بيخلصوا بينادوا الاتنين على الكمبيوتر علشان يعمل لهم كرسي ويجيب لهم مية علشان يقعدوا يرتاحوا بعد السباق. وبيكون ده كمبيوتر متطور على كوكب كريبتون بينفذ أي حاجة بتقولها له. بعد كده لورا بتقول لكارا انها اتقبلت اخيرا في النقابة العسكرية وبقت عضوة رسمية فيها، وبتديها البادج بتاع النقابة. كارا بتكون فرحانة جدا ومش مصدقة، لكن فجأة هم قاعدين بيحصل انهيار في الكوكب وتشققات بسبب النيازك، ولورا بتجري بسرعة وبتقول لكارا انهم كانوا عارفين بالخطر اللي جاي عليهم لكن محدش كان مصدق، علشان كده انت لازم تهربي دلوقتي من هنا بسرعة. بتدخل كارا جوه كبسولة وبتقول لها لورا انها لازم تدور على ابن عمها في كوكب الارض وتعيش هناك بسلام. كارا بترفض وبتفضل تعيط وبتنادي على مامتها، لكن لورا بتكون خلاص خدت القرار وبتدخلها في الكبسولة وبتحركها بالكبسولة، وبتفضل تخبط وتهتز لحد ما كارا بيغمى عليها. وبتعدي فترة وبنشوف كارا على كوكب الأرض وهي لسه مش قادرة تتعايش مع الكوكب، فاكرة نفسها عايشة في التكنولوجيا والتطور اللي متعودة عليهم في كريبتون، لدرجة إنها بتنادي على الكمبيوتر يعمل لها خريطة زي ما هي متعودة على كوكبها. لكن فجأة بتسمع صوت حد بيصرخ وبتشوف إن في دخان وعربيات بتدمر، فبتروح تلبس لبس سوبر جيرل علشان تواجه الشرير سولو مان جراندي، واللي بيكون بيدمر في مدينة متروبوليس وبيدور على سوبرمان. وكارا بتظهر قدامه وبتبدأ تحاربه، وسولومان بيقول لها انت مش سوبرمان، انا عايز اقتل سوبرمان. فجأة بيظهر قدامها سوبرمان وبيضربه، وبيظهر باتمان كمان وبيساعده، وبيقدروا يهزموا سولومان جراند. لكن باتمان بياخد باله من الدمار اللي سوبر جيرل عملته، وبيقول له سوبرمان ان بنت عمك من ساعة ما جت هنا وهي مش عارفة تتحكم في قوتها وبتدمر المدينة. هي بتحارب الأشرار أيوة، ما قلناش حاجة، لكنها بتدمر كل اللي حواليها، ولو فضلت على كده هنضطر نبعتها بره الكوكب. وكارا بتكون سامعاهم وبتزعل وبتسيبهم وبتمشي، وسوبرمان بيطير وراها علشان يصلحها. في نفس الوقت ده بيوصل فلاش وبيقول باتمان إن كان في زحمة ومعرفش يجي بسرعة، والاتنين بيمسكوا السلاح اللي كان مع سوليمان جراندي. وبيقول باتمان إن سوليمان مش ذكي لدرجة إنه يخترع سلاح زي ده، وأكيد في حد كبير هو اللي بيحركه. بعدها بنشوف سوبر جيرل وسوبرمان وهم قاعدين مع بعض، وسوبرمان بيقول لها انا عارف انك زعلت من كلامه، بس هنا مش كل الناس عندها القوة بتاعتنا، علشان كده لازم نعرف نتحكم فيها، وزي ما بننقذ الناس ونحمي حياتهم ما ينفعش ندمر بيوتهم وعربياتهم ومحلاتهم في المقابل. سوبر جيرل بتكون زعلانة وبتقول انها خلاص هتمشي من الكوكب ده وتشوف كوكب تاني تعيش فيه، لكن سوبرمان بيخرج كورة من معاه وبيرميها في السماء، بتفتح بوابة زمنية وبياخد كارا وبيدخلوها مع بعض، وبيقول لها انها تتدرب هنا مع فرقة الأبطال الخارقين. وبينتهي المشهد بعد كده لمعامل ستار، بيكون في دكتور داخل المعمل، وبيحصل على المعمل هجوم من جنود مقنعين بيكسروا الحيطة وبيقتلوا الحراس وبيدخلوا علشان يسرقوا مواد من المعمل، لكن بيظهر باتمان وبيحاربهم وبيقدر انه يخلص عليهم ويبلغ فرقة العدالة ان في هجوم حصل على معامل ستار. وفي نفس الوقت بيكون سوبرمان بيفهم كارا انها جاية هنا عشان تتدرب مع باقي الأبطال الخارقين وتعرف ازاي تتحكم في قوتها وازاي تقدر تسيطر على نفسها وتفهم اكتر عن محاربة الأشرار، وده هيساعدها تكتشف نفسها ومواهب ما كانتش تعرفها في نفسها. بعدها بيجي واحد اسمه مون وبيسلم على كارا وبيقول لها انه من كوكب دكسام ومن اشد المعجبين بكوكب كريبتون وبالتكنولوجيا اللي عليه. بعد كده سوبرمان بيسيبها وبيمشي. بعدها مون بياخد كارا في جولة بيعرفها على كل حاجة وبيقول لها تبعد عن القبو، لأن ده اللي بيبقى فيه كل الأسلحة اللي فرقة الأبطال الخارقين خدوها من أعدائهم، والقبو ده عليه نظام أمني مشدد جدا ومستحيل حد يعدي منه سليم. تيجي واحدة اسمها داون ستار بتسلم على كارا وهي متحمسة قوي وبتقول لها إنها بتفرح لما بتلاقي حد بيطير زيها، وبتقول لها إنهم هيبقوا أعز أصدقاء ورفقاء سكن، وبيفضلوا يتمشوا لحد ما بيظهر واحد اسمه برينك. وكارا أول ما بتشوفه بتقول ده خطر بتجري عليه علشان تضربه، وبرينك بيكون مش فاهم حاجة وعمال يقول لها انت عايزة ايه. بعدها بيستخدم حزام الطاقة بتاعه علشان يبعد كارا عنه، ويقول لها ان عمله باستخدام الطاقة الضوئية الحركية التفاعلية، يعني كل ما هتضرب فيه اكتر كل ما هيبقى قوي اكتر. وكارا بتقدر تستخدم الموضوع ده ضده وبتفضل تضرب فيه لحد ما بتخلع جزء من الارض اللي هو واقف عليها وبتطيره بعيد. فرانك بيرد الهجوم وبيرمي عليها كرات متفجرة من الطاقة اللي معاها، وكارا بتستخدم اشعة الليزر من عينيها علشان تدمره، لحد ما بيظهر واحد من لجنة التدريس اسمه تامبروف وبيقول لهم يوقفوا اللي بيعملوه ده ويجوا على اللجنة. هناك بتفضل كارا تقول لهم ان برانك ده مجرم شرير، لكنهم بيقولوا لها ان ده مش برانك، ده برينياك 5 الجيل الخامس من برانك، اللي قدر العلماء انهم ياخدوا الخلايا الحيوية والحمض النووي من برانك الاصلي بيعملوا استنساخ ليه، وده اخر اصدار لبرانك وهو خارق الذكاء ومفيش عقل في الكون كله زيه لانه في المستوى ال 12. تامبروف بيقول لهم هما الاثنين ما يتخانقوش مع بعض التاني مهما حصل. وبعد ما بيمشوا بيفضل تامبروف يقول للجنة
ان كل نسخ برانك اللي قبل كده بقت شريره، وانا خايف من برانك 5 انه يبقى زيهم ويكون الموضوع مساله وقت وهيبقى شرير بعد كده. فبتقول له شادو لاس ان عندهم مشكله اهم من برانك دلوقتي، لان الفريق مش ظاهر على الخرائط من ساعه ما راحوا ينقذوا كوكب دورلا. وبنشوف ان برانك واقف بره بيسمعهم لان حط لهم جهاز تسلط وهو خارج. بنشوف بعد كده كارا وهي بتتعرف على باقي الفريق وبتعرف القوة الخارقة لكل واحد فيهم هي ايه. باونسين بوي اللي بيقدر يغير حجمه، وانفيزابل اللي بيقدر يختفي، وتريبل تاد جيرل اللي بتقدر تقسم نفسها لثلاثة، وفانتوم جيرل اللي بتقدر تعمل فتحات في الحيطة والأرض وتقدر تخفي نفسها أو تخفي أي حد، ودايما بيبقى معاها حيوان أليف اسمه جروتي. تتعرف عليهم كلهم بتروح علشان تحضر تدريبات عقلية على حل معادلات وألغاز وتدريبات تانية على القتال وتدمير الدرون الطاير. في كل التدريبات بتكون كارا مش طايقة برينك ولا هو طايقها، وهما الاتنين على طول بيتخانقوا. في واحد من التدريبات بيكون فيه درون خارج عن السيطرة، فبيتعاون برينك مع كارا لأول مرة وبيقدروا يدمروه مع بعض وبتبدأ علاقتهم تتحسن. بعدها بنشوف بالليل تريبل تاجر وهي ماشية بتنادي على جروتي الحيوان الأليف علشان مش لاقياه. فجأة بيظهر من وراها مجموعة مسلحة ولابسين اسود زي اللي هاجموا على معامل ستار بالظبط، وبيفضلوا يضربوا فيها وهي بتقاوم وبتضرب فيهم لحد ما بتقع على الأرض وبيخلصوا عليها. في نفس الوقت بتكون كارا عمالة تفكر إنها تعتذر لبرينك ويبدأوا صفحة جديدة ويبقوا أصحاب لحد ما بيظهر برينك قدامها، وبيظهر جروتي وكارا بتجري بتشيل جروتي وبتعرف ان تريبل تاد جيرل ماتت. بتظهر شادو لاس اللي من لجنة التدريس وبتمسك برينك 5 وبيقولوا له انت متهم انك زورت طريقة دخولك للأكاديمية هنا وحطيت فيروس على الكمبيوتر علشان ما نعرفش نوصل لفرقة الأبطال الخارقين، وانت سبب في كل المشاكل والخطر اللي احنا فيه ده. بيفضل يقول لهم انه ما عملش حاجة وانه دورك سيركل هم اللي عملوا كل ده، لكنهم مش بيصدقوه وبياخدوه على السجن. بعدها بتروح كارا تسأل الكمبيوتر المركزي عن دارك سيركل تقول ايه، وبتعرف منه انهم مجموعة بقالهم سنين كتير هدفهم تدمير الكون والسيطرة على الكواكب. بتخرج كارا من عند الكمبيوتر المركزي وبتروح بسرعة على برينك اللي كان محبوس وبتسأله ايه اللي بيحصل وايه حكاية الدارك سيركل دول. بيقول لها ان في سلاح دمار شامل لدرجة انه يقدر يدمر جزء من الكون كبير جدا، وفريق الابطال الخارقين مسكوه وقدروا يحتفظوا بيه هنا في القبو. وبالنسبه لبرينك 5 فهو سمع ان عيلته بتخطط تقتحم القبو ده وتاخد السلاح ده وتقدمه لدارك سيركل مقابل فلوس، فقرر انه ينقذ الموقف وزور دخوله هنا للاكاديميه علشان يقدر يحمي السلاح ويبعدوا عنهم. فبتقول له كارا طب انت ما قلتش للفريق ليه وهو كان اتصرف. بيقول لها ان سجل عيلته الاجرامي كان هيخلي محدش يصدقه ويفتكروه انه عايز يسرق السلاح لنفسه. فبتقول له كارا ان هي مصدقاه وهتخرجه من هنا، بتعرفوا انها سرقت الحزام بتاعه كمان. فعلا بيخرجوا هما الاتنين وكارا بتطير بيه لمكان عالي، بتتفاجئ بمون وهو جاي عليهم بيقول لهم انا عرفت كل حاجه وعايز اساعد لان من الاول حاسس ان برينك مظلوم. وكارا بتفرح انهم دلوقتي 3 وممكن يواجهوا اي خطر، وبيقربوا من القبو. بيرمي برينك كورة طاقة من الحزام بتاعه علشان يقدروا يدخلوا جوه. لما بيدخلوا هما ال3 بيلاقوا ان في لغز ولازم يتحل علشان يعدوا، وبيظهر طائرات درون. بيقول برينك 5 انهم لو ما حلوش اللغز خلال 30 ثانية الطيارات دي هتقتلهم، وبيطلب من مون وكارا انهم يعطلوها على قد ما يقدروا. فعلا بيعطلوها لحد ما بيقدر برانك انه يحل اللغز، بس فجأة بيخرج مون سكينة من الكريبتونايت اللي هي نقطة ضعف كل سكان كوكب كريبتون وبيضرب بيها كارا، وبيقول لها ان دارك سيركل هتفضل مسيطرة. وكمان بيقول لبرينك انه الدارك سيركل وعمل كده علشان يسمح لهم يدخلوا ودلوقتي جه وقتهم، وبيبعت جنود تقتل تامبرلوف وجنود تانيين تمسك الابطال الخارقين اللي بيتدربوا، وبيقدروا كل جنود الدارك سيركل انهم يحبسوهم ويسيطروا على المكان كله. وبعدها بيقول مون لكارا وبرينك يستعدوا علشان يقابلوا الزعيم بتاعه اللي جاي بنفسه علشان يندمج مع سلاح الدمار الشامل ويبقى مخلوق في الكون كله. وهنا بيظهر برينك الجد. الكل بيتصدم لما بيعرف ان برينك الاصلي لسه عايش، وبرينك الجد بيقول له انه اسس الدارك سيركل من 1000 سنة، وبيشكر برينك 5 وبيقول له انه لولاك ما كناش عرفنا نحل اللغز اللي في القبو، واحنا عملنا كل ده علشان نجيبك هنا تحل اللغز ده، ان ذكائك من المستوى ال 12 ومحدش كان هيعرف يحله غيرك. بعدها برينك الجد بيفهمهم سر شكله الغريب ده، لانه علشان يضمن انه يفضل عايش فبيندمج مع كل النسخ اللي اتصنعت من برينك من اول برينك 1 لحد 4، ومش بيبقى غير 5 بس. بنشوف فعلا كل النسخ ظاهرين في جسمه. وبعدها بيطلب الجد من برينك 5 انه يقتل سوبر جيرل وينضم لهم، لكنه بيرفض وبيضرب كورة طاقة وبياخد كارا وبيهرب. وبنشوف بعد كده ان كارا تعبانة وبتموت بسبب الكريبتونايت اللي اتسلل لجسمها كله، وبرينك 5 بيقرر انه يخلع جزء من الحزام ويحطه على الجرح علشان يعالجها، وفعلا بيقدر يعمل كده والسوبر جيرل بتخف وبتبقى كويسة. وفجأة بتظهر ايد من الحيطة بتاخدهم هما الاتنين، وبنعرف انها فانتوم جيرل خدتهم للمكان اللي فيه باقي الابطال الخارقين اللي لسه ما اتمسكوش. بنعرف ان تريبل تايد جيرل لسه عايشة وان اللي ماتت كانت النسخة الثالثة بتاعتها بس، وفانتوم جيرل بتروح علشان تجيب باقي الابطال اللي محبوسين علشان ينضموا ليهم في الحرب.
وبيطلبوا من داون ستار انها تستخدم قوتها وتحدد مكان فريق الابطال الخارقين فين في الكون وتبعت لهم استغاثه، وفعلا بتقدر تعمل كده وبتحدد مكانهم. بعدها برينك 5 بيقول لهم ان عنده خطه علشان ينقذوا بيها الاكاديميه، وبيطلبوا خطه الجد، وبيتحرك برينك 5 وكارا وبيواجهوا مون، وبتكون الخطه انهم يستدرجوه لحد ما يوصلوا له للمكان اللي فيه باقي المتدربين ويسيبوا لهم ويمشوا هما الاثنين، وبيروحوا للجد وهو لسه بيندمج مع الآلة. لكن المشكله انه بيخرج هاله قويه جدا من برينك الجد بتوقع كل اللي بيتعرض لها في الارض، وبيفضل برينك الجد يقول للنسخ بتاعته انتم نسخ من العظمه، ولولا ان خارق ما كنتوش هتبقوا موجودين اصلا. فبيستغل برينك 5 الموضوع ده وبيقول للجد طب اشمعنى انت اللي تاخد القوه لوحدك، يمكن برينك 2 أو 3 يستحقوها اكتر منك. فعلا كل نسخ بتفضل تتخانق مع الجد، وكل واحد فيهم بيقول انا عايز اخد القوه دي، وكل نسخه فيهم بتكون هي اللي عايزه تطلع وتبقى هي المسيطره، لحد ما النسخ كلها بتتخانق مع بعض، والجد بيقول لهم انهم كده هيدمروا نفسهم. وفعلا ده اللي بيحصل، والنسخ كلها بتدمر نفسها والجد كمان بيتدمر. بعدها بيروحوا كارا وبرينك 5 علشان يوقفوا الآلة ويرجعوا الهالة اللي خرجت منها دي، وبعد ما بيوقفوا الآلة بيروحوا يساعدوا باقي الأبطال الخارقين اللي كانوا بيحاربوا مون وجنوده، وكارا بتقول لهم يسيبوا مون ليها، وبتروح وبتفضل تضربه لحد ما بتهزمه. بعد كده بيحطوه في زنزانة هو وكل المتبقي من جنود الدارك سيركل وبيحبسوهم. في الوقت ده بيجي فريق الأبطال بعد ما وصلت لهم الاستغاثة وبيقولوا إن كل المتدربين هينضموا ليهم بعد ما نجحوا إنهم يخلصوا المهمة لوحدهم، وبيحتفلوا كلهم وبيكونوا مبسوطين. في المشهد الختامي اللي هو بيبقى بعد الأسامي ما بتنزل، بنشوف كارا وهي بتتكلم مع السوبرمان فيديو كول، وبتقول له إنها مبسوطة وفرحانة هنا في التدريب وعايزة ترجع الأرض قريب علشان تساعده. بعد ما بتقفل معاه بيكون باتمان واقف جنب سوبرمان وبيقول له أنت ما قلتلهاش، فبيقول سوبرمان ما جاتش مناسبة. وبنشوف إن في حفرة كبيرة في الأرض على شكل الشعار بتاع الدارك سيركل، وفي حاجة طايرة في السماء بتضرب باتمان وسوبرمان وبتعمل نفس شكل الدارك سيركل. وبكده يخلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.